ازيكم متابعيني حبايب قلبي؟ معاكم منى ابو المجد في اكله جديده ان شاء الله تعجبكم واوصلها لكم بسهوله. مكرونه السي فود. فولو ولايك وشير علشان نوصل الفيديو ده لعدد مشاهدات اكتر. معانا هنا المكرونه ان شاء الله تعجبكم بطريقتي السهله. انا هنا ان شاء الله هبقى محضره كل الحاجات اللي هحطها في الطاجن، وفي جزء تاني كمان لشوربة السي فود، فان شاء الله يعجبكم الجزء الاولاني والجزء التاني. ايه رأيكم فيها؟ ما شاء الله وهي طالعة من الفرن شكلها بيشهي، يا رب تعجبكم. المنظر حلو والاكلة يبقى احلى ان شاء الله. هنا كاليماري، وعندي سمك فيليه، وعندي صوابع كاليماري، وعندي جمبري. ده الجمبري اللي بقشره ان شاء الله للشوربة، وعندي كابوريا هنا للشوربه. الحاجات المتاحه في الاسواق، ما نضايقش نفسنا، الموجود في السوق ان شاء الله نجيبه. الكاليماري ده فروزن، فطبعا تبقي تكير قوي وانت بتنضفي، وتكير قوي وانت بتوضبي. ده قشر بياض، قشر بياض فريش جدا ما شاء الله. جبتها من عند الراجل وهو وضبها لي وانا واقفه، وانا روحت البيت غسلتها كويس جدا وقطعها مكعبات، دي عشان الطاجن. هنا الجمبري انا بقطع راس وديل علشان خاطر الشوربه. هنا انا هبتدي اعمل الخليط اللي هحطه في طاجن المكرونه. نزلت بالزبده بتاعتي وحطيت لها كل التوابل بتاعتي قبل ما انزل بالكاليماري عشان بياخد سوا اكتر من الجمبري. نزلت قلبته شويه. هنا برضو بحط البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن ملح، فلفل، بودره ثوم، فصين ثوم مهروسين، بابريكا، كزبره، بهارات سمك. انا بعمل بهارات السمك برضو في البيت بتبقى روعه. عندي هنا خل اورجانيك، حطيت ربع معلقه. وهبتدي انزل بالجمبري، وعندي بصلايه مبشوره وجزريه مبشوره. بنزل بكل حاجتي اللي هحطها في الطاجن. كل ما بنزل حاجه بحط توابلها علشان كلها الفليفر يدخل في قلب بعضه، وابقى انا مظبطه الطاجن على الاخر. واخدين بالكم؟ هنا طبعا الحاجه اللي مش ممكن ننساها الكرفس، ده صديق الطواجن وخصوصا طواجن السي فود. ما تخافوش، كل الفليفر هيتجانس ومش هتحسوا غير بالطعم الرائع. هنا بوريكم قطعة الفيليه اللي انا اشتريتها، ما دابتش في وسط الحاجة. لو هي فروزن ولا هي قديمة عندي لازم اقليها قبل ما احطها في الطاجن. واخدين بالكم من التكة دي؟ تتقلي قبل ما احطها في الطاجن. لكن لو فريش منزلها وانا بقلب جامد مش هتدوب. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كل حاجة تجانست وبقت روعة. قطرتين الليمون المتينة قبل ما اطفي عليهم. هنا كنت سلقة مكرونتي ونزلت بيها. هحضر هنا البشاميل او الوايت صوص بتاعتي اللي هحطها في الطاجن. 3 معالق زبده، 3 معالق دقيق، وابتدي اقلب كويس جدا لحد ما ريحه الدقيق تطلع من البطر وريحه الزبده تطلع لي وتبقى تمام جاهزه لنزول اللبن. كنت واخده مغرفتين ميه من سلق المكرونه حطاهم على اللبن السخن وبنزل. طبعا كلكم عارفين وشاطرين ان ما بنزلش باللبن مره واحده علشان ما يتكتلش مني وينزل تاني في اخر الطاسه. ما بسيبش الويسكي من ايدي، انزل اللبن وادي تقليب، ادي تقليب لحد ما يوصل للقوام الجميل ده. بحط بقى ملح قليل، ما بحطش فلفل اسمر، بحط فلفل ابيض لو موجود، مش لازم، كفايه الفلفل. بغرقها وابقى شويه سخيه بقى في البشاميل بتاعتي او الوايت صوص. عايزه اقول لكم انا كنت حاطه حبه على المكرونه قبل ما ارصها في الطاجن. عندي موزاريلا بحطها على الوش، عندي بارميجان، عندي اي حاجه، عندي جبنه رومي، عندي حاجه بحطها على الوش ويديني الفليفر الرائع. حبايب قلبي، فولو، لايك، شير. دمتم لي حبايب قلبي. الى اللقاء في وصفه قادمه. منى ابو المجد. باي باي والف هنا.